السلام عليكم. جيتكم اليوم باتيسري الاكواب ولا كيكه الاكواب اللي راهي دايره ترند في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه سهله وتقدروا نديروها مشروع وبنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نخدموها الكريمه تاعنا في كاسرونه نديرو نص لتر تاع الحليب مع 3 مغارف كبار تاع السكر و3 مغارف كبار تاع المايزينا ومغرف صغيره تاع لافاني. نخلطوهم مليح بارد في بارد ونديروهم فوق النار حتى وين تعقد لنا الكريمه تاعنا. عادي نديروا لها ملعقه صغيره تاع الزبده ونحطوها في ريسيبيون ونغطوها اون كونتاكت ونخلوها تبرد مليح في الفريجيدر. في ريسيبيون واحد اخر نطلعوا كاس ونص تاع بودره الشونتيي مع كاس وربع تاع حليب مخلط مع ما لازم يكونوا باردين. نطلعوهم مليح ونروحوا نخلطوا مليح هذيك الكريمه اللي خليناها تبرد من بعد نضيفوها لديك الكريمه تاع الشونتيي نخلطوها مليح ونقسموها على زوج. وحده عطرتها بعطر الشوكولا من عند اغوما الجيري عطور الجزائر. درت قيس راس تاع مغرف صغيره هكذاك خلطتها مليح ودرتهم في بوش والاخرى خليتها فاني نورمال وحطيتهم في الفريجيدر. هنا راح نخدموا البسكويت تاعنا. درت في ريسيبيون 3 حبات تاع البيض كاس تاع السكر وملعقه صغيره تاع لافاني نطلعوهم مليح بالباتور ونديروا لهم كاس غير ربع تاع الحليب مع نص كاس تاع الزيت نخلطوهم مليح ونديروا 10 مغارف كبار تاع الفارينه يجوكم 210 غرام مع باكي ونص تاع خميره الحلوه. نخلطوهم غير بالفوي ونحطوهم في سنيوه من 40 على 30 تكون فيها ورق الطهي يطيب عادي كيما طيب لاجينواز. بعد ما طيب وتحمر لكم مليح انا درت ثاني بنكهه الشوكولا واحده اخرى. ونبداو نقطعوا البسكويت تاعنا بليمون اللي يكونوا مدورين على حساب الكوب تاعنا. كل كوب انا تدالي 4 طبقات تاع الجينواز. نحط الطبقه الاولى اللي تكون صغيره شمختها بالسيرو. السيرو خليت لكم الصوره تحت الفيديو. حطيت الكريمه بنكهه الفاني شويه تاع البانان ونكملوا الطبقه تاعنا حتى وين نغلقوها من الفوق. درت لهم شويه لداخل تاع لافيوتين وبالنسبه تاع الشوكولا درت لهم شوكولا تارتيني لداخل ونغلقوها بلا شونتيين ونزينوها كيما نحبوا وبصحتكم.